have just begun. Ain't no mercy. Ain't no mercy. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده طريقه فك حظر كود. تمام، مش فك حظر ارقام، دي تختلف عن دي. الفيديو اللي فات كان فك حظر ارقام. تمام. طيب تعالى بقى كده عشان نختصر الكلام، عشان ما نغيبش في الفيديو. ده الرقم اللي هنجرب عليه الطريقه. تمام، زي ما انت شفت في الفيديو اللي فات، الرقم اتفك في الفيديو والطريقه كانت ناجحه وكله شكر في الطريقه وفكوا بيها ارقامهم. تمام، الرقم ده هو الرقم ده. تمام، هناخده نسخ كده وافرجك يعني ايه حظر كود، عشان برضو الناس اللي مش فاهمه. لو كتبت هنا مثلا الرقم ده كده، ده حظر الارقام. تمام، وشرحته في الفيديو اللي فات والرقم اتفك في الفيديو والناس كلها شكرت في الطريقه. طيب تعالى افرجك يعني ايه حظر كود. الرقم هتلاقيه مش محظور، شغال عادي. هيجيب لك كده، مفيش كود هيجي لك اصلا على التليفون. فريق الدعم بتاع الواتساب حظر لك الكود، تلاقي بقى ناس بتلعب لك في الكود وكده. تمام، فقامت مأخر لك الكود. والحوار ده بتاع حظر الكود اللي انت شايفه ده بياخد 15 يوم عشان يتفك، والطريقه دي هتفكه لك في اقل من دقيقه. تمام، لو انت سبته الكود يجي لك لوحده هياخد 15 يوم بالظبط، يعني نص شهر عشان يتفك ده لوحده. لو انت فكتوش هياخد 15 يوم. قدر انت بقى عايز تغير نسخه مثلا كده، هتعمل ايه؟ طيب ركز بقى معايا. تحت في الديسكريبشن سايب لك لينك ملف. تمام، الملف ده فيه الكلام اللي انت شايفه ده. هما خطوتين والرقم هيتفك. اول خطوه، لما يردوا عليك هتبعت رقمك برمز الدوله بس، وهتلاقي الرقم اتفك والكود جالك تاني. زي ما انا قلت لك، هو مش حظر ارقام. حظر ارقام انك بتفكها زي الفيديو اللي فات، ده حظر كود ملوش علاقه. تمام. طيب هتعمل ايه؟ الحافظه عندك فاضيه اهو، ما فيهاش غير الرقم اللي محظور كود. زي ما انت شفت الرقم محظور كود. طيب هنعمل ايه؟ هنفتح الجيميل. اعمل بقى انت جيميل جديد. انتوا يا جماعه بتعملوا جيميل جديد عشان يردوا عليكم بسرعه، دي القصه كلها. تمام، ثم انت داخل كده ناسخ ده وناسخ ده وناسخ ده 3 4. نسخنا 1 2 3 4، ده اللي في السطر الأول. وهتنسخ ده، تقوم نازل سنة صغيرة تحت نسخ، ده اللي في الموضوع في السطر التاني. وده الكود اللي بتحط فيه رقمك المحظور وتبعت، ده في السطر التالت. طيب احنا نسخنا اهو، ده الرقم اللي محظور كود، ودول الأربعة هم، وده اللي في الموضوع اللي هو في السطر التاني، وده الكود اللي هو بتحط فيه رقمك وتبعت. طيب احنا نسخنا كده الحاجات دي. دي الخطوة الأولى. تخش على الجيميل. انت ممكن تعمل جيميل جديد عشان يردوا عليك بسرعه، لكن لو انت معاك جيميل قديم وبيردوا عليك قشطه. احنا بنعمل جيميل جديد زي ما انت فهمت في الفيديو اللي فات بتاع حظر الارقام عشان يردوا علينا بسرعه. مش مشكله لو انت معاك جيميل قديم وبيردوا عليك قشطه. تقوم دايس انشاء، السطر الاول، السطر التاني، السطر التالت. تمام، تقوم دايس هنا كده، والحافظه تفتح الحافظه. ده رقمك المحظور كود، فكك منه دلوقتي. في اول سطر تحط الاربعه دول اللي هم الاكواد بتاعت فريق الدعم اللي بيتكلمون بيه. هتقوم دايس على الاول والتاني والتالت والرابع. تقوم دايس في الموضوع اللي هو السطر التاني، وتقوم حاطط الكود ده، ما تسيبش فصلات. تمام، تقوم دايس على السطر التالت، تقوم حاطط الكود ده، وتقوم دايس في نص الشاشة، وتقوم دايس على الاكس عشان الكود يتعدل، ما تسيبش فصلات. لسه ما خلصناش. شايف الاكسات دي؟ هتقوم شايلها وحاطط رقمك المحظور كود. تمام، شوف بقى انت رقمك مثلا 012 011، شوف انت رقمك كام. تمام، هنحط الرقم اللي كان محظور كود في اول الفيديو. ما تسيبش فصلات، لازم رمز الدولة يكون جنب رقمك، وتقوم دايس اكس عشان الرمز الدولة يكون جنب الرقم. فهمت عملنا ايه؟ حطينا الاربع اكواد بتوع فريق الدعم اللي بنكلمهم بيه في اول سطر، والموضوع في تاني سطر، الكود ده في تاني سطر، والكود بتاع فك حظر الارقام في تالت سطر، ومعاه رقم تليفونك المحظور كود. تمام، وتقوم باعت، تقوم دايس عليه دي باعت. لو قالك تم الارسال اعرف ان فريق الدعم استلم الرساله وهيرد عليك. هتفضل تعمل كده لحد ما يردوا عليك. تمام، تعال نتاكد بس ان الرقم محظور كود. ده الرقم اللي هنجرب عليه الطريقه. زي ما انت شفت في اول الفيديو الرقم كان محظور كود واتفك. متابعه، الرقم هوريكم انه محظور كود. الرقم زي ما انت شايف محظور كود اهو. مفيش كود هيجيلك اصلا. لو انت سبته هيقعد حوالي 15 يوم عشان يتفك لوحده. لو انت عايز بقى تغير نسخه او كده
فالطريقه دي هتنفعك كويس قوي، هتفكه في نفس الوقت. هنستنى لحد ما يردوا علينا. احنا كل ده عملنا الطريقه الاولى، تمام؟ ده في اول سطر زي ما انت شفت، وده في تاني سطر، وده في تالت سطر، ومعايا رقم تليفونك المحظور. اول ما يرد علينا بقى فريق الدعم هيرد عليك، هيقول لك رجاء التحلي بالصبر، هترد عليهم برقمك المحظور برمز الدوله بس، مثل هتقوم كاتب رقمك المحظور برمز الدوله وتقوم باعت بس. هترد عليهم برقمك برمز الدوله بس. هنستنى لحد ما يردوا علينا. هم ردوا علينا، تمام؟ تقوم دايس عليها كده، وهتقوم عامل الرد على الكل. هتقوم عامل ايه؟ -2 واكتب رقم تليفونك المحظور. خلاص، هقول لك تاني هترد عليهم بايه. تقوم عامل -2 اللي هو رمز الدولة، هتقوم كاتب مثلا 012 7767 1927 مثلا كده، فاهم؟ تقوم كاتب رقمك المحظور كود. طيب -2 وتقوم حاطط الرقم المحظور كود زي ما انت شايف. هسهلها لك، هتكتب رقمك المحظور كود ووراه على طول -2، رقمك المحظور كود ووراه -2 اللي هو رمز الدولة، تمام؟ وهتقوم باعت. دي الخطوة التانية. هيقول لك تم الارسال، عظمة فشخ. استنى بقى اما يرد عليك. زي ما انت شايف ردينا عليهم برقمك المحظور كود بس، تمام؟ نستنى بقى لحد ما يرد. طيب يا قلبي، بعد ما انت بعت لهم اول مره وردوا عليك، قمت انت رد عليهم تاني مره برقمك المحظور كود برمز الدوله زي ما انت شايف كده. هتستنى من دقيقه لحد 8 ساعات، هتلاقي الحظر اللي كان على الكود اتفك والكود جالك تاني عادي جدا، تمام؟ لو انت دخلت كده على الرقم اللي كان في اول الفيديو اللي كان محظور كود، ودخلت على نسخه فاضيه موافقه المتابعه، وحطيت الرقم مش ده اللي كان محظور كود في اول الفيديو، زي ما انت شفت كده الكود اتفك من عليه. ودي تكون طريقه فك حظر الكود عشان لو انت عايز تغير نسخه وكده، فاهم؟ لو انت ما فكتوش سبته يتفك لوحده هيقعد 15 يوم علشان يتفك، تمام؟ هوريك بقى الطريقه بكل سهوله كده. انت بعت لهم اول مره الكود ده برقمك المحظور كود، تمام؟ ردوا عليك بده، قمت انت عامل الرد على الكل وبعت لهم رقمك المحظور كود برمز الدوله بس، تمام؟ بعد 8 ساعات، يعني من دقيقة ل 8 ساعات، تلاقي رقمك الحظر اللي كان عليه اتفك والكود جالك عادي جدا، تمام؟ بس كده يا اخواتي، واشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.